السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة تشاهديني، ويا ريت تعملوا لي اللايك فضلا وليس أمرا. النهارده هدخل لكم في الموضوع على طول. النهارده طبعا فيديو مشتريات، بس مش مشتريات مطبخ ولا حاجة، مشتريات هدوم زي ما انتم شايفين كده. جايبة كده هدوم، عندنا مناسبات يعني، عقبال عندكم يا رب. عندنا مناسبات كذا مناسبة يعني، عقبال عندكم وربنا يكتر من افراحنا عندكم وعندنا ويفرح كل الناس. حبيت كده اوريها لكم، اشارك معاكم يعني الهدوم كده اوريها لكم يعني، عشان انا الموضوع فيديوهات الهدوم والحاجات دي ما بجيبهاش كتيره يعني، ما اعملهاش كتير على القناه. حبيت كده اوريها لكم يعني واوريكم ذوقي. يا ريت تكتبوا لي كمان في الكومنتات، يعني لما تشوفوا الهدوم تكتبوا لي في الكومنتات ذوق عامل ايه، حلو يعني، عجبكم ولا ايه. مش هرغي معاكم كتير، هدخل في الموضوع على طول. هوريكم الكوتشيهات. طبعا الاول هبدا بالكوتشيهات. ده كوتشي ابن الصغير ده، وكل اللبس كمان انا بختار هما بيختاروا معايا، مش انا اللي بختار لهم، هما اللي بيختاروا يعني. حتى ابن الصغير ده برضه اللي بخليه هو اللي بيختار. عجبه الكوتشي ده. هو عباره عن ايه؟ عن لزق يعني، يلبسه كده عباره عن لزق كده. الخيط ده يعني الزيم ده عباره عن زينه يعني، هو زينه بس هو يتلبس اكتر لزق. هو اللي اختاره، هو اللي عجبه، قلت له خلاص يعني. انا ما كانش عاجبني عشان الكعب ده، بس هو عجبه وجبته له اهو زي ما انتم شايفين كده. مش هطول عليكم يعني، هوريكم الحاجه بسرعه بسرعه. وده كوتشي برضو اهو، ابيض عادي كده ساده، مفيش حاجه يعني اهو. وكمان اهو، مش هطول عليكم عشان ما تزعلوش. فلو ان احنا طبعا كستات بيوت بنحب فيديوهات المشتريات اللبس والحاجات دي يعني. وده كوتشي بتاع بنتي ده اهو، جايباه هي برضو، اخترته في نظام الكعب اللي من هنا ده، وفي برضو بني كده عشان ايه، ماشي مع اللبس بتاعها يعني اهو. شايفينه ده بتاعها. وده برضو بتاع بنتي ده برضو، هي برضو اخترته كمان. كوتشي شراب ده عادي كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما تقوليش الكوتشيات محطوطه على الترابيزه، الكوتشيات نظيفه وكل حاجه لسه ما اتلبستش يعني، جديده. هوريكم عليه ايه الجزمه بتاعتي والحاجه بتاعتي. دي الجزمه، بحب الجزم هنا اكتر حاجه برتاح فيها في المشي الجزم. جايبه الجزمه دي، قولوا لي رايكم كده في الكومنتات. فيها التوكه دي، نظام التوكه الصغيره دي برضو. لون الجزمه دي جايباها عشان ماشي مع اللبس يعني. قولوا لي رايكم كده. وجبت كمان الشنطه دي هتشوفوها دلوقتي اهو. شنطه نظامها ايه، يوسع، ودي الايد بتاعتها كده توسعيها وتضيقيها اهو. حبيتها كده اجيب، انا دايما بحب اجيب الشنط الكبيره، بس انا المره دي جبت شنطه صغيره كده. فيها نظام سوسته من النص كده، حتى لسه الورق ما رمتهوش اللي فيها. نظامها فيها سوسته من النص كده. بقول لكم يعني هي ما فيهاش افتكاسات كتيره ولا حاجه اهو، زي ما انتم شايفينها كده. وهتشوفوا اللبس وقولوا لي كده، عرفت اطقم اللبس على بعضه ولا ايه. كده خلصت الكوتشيهات وكل حاجه. اوريكم اللبس بقى. هوريكم لبس ابنه برضه. ده التيشيرت ده، وفي الرسمه ديت زي ما انتم شايفين. والتيشيرت ده برضه كده في الرسمه دي من بتاع ورا كده. هو حب الاشكال دي والرسومات دي، انتوا عارفين طبعا الاولاد بتحب الحاجات دي. وهو برضو اللي اختاره يعني، مش انا اللي اخترته له، هو اللي اختاره. واختار حتى اللون، اختار. انا كان عاجبني لون تاني بس هو حب اللون ده، محبتش ازعله يعني وجبته له. حاولوا كده تخلوا اولادكم هم اللي يختاروا اللبس بتاعهم، عشان ايه، يبقى حابين هم اللي يلبسوا ويبقى حابين اللبس. وبرضو جبت له البيجامه دي، هو بيحب الرسومات دي والحاجات دي. بيجامه كده وعليه ايه البنطلون ده، فاجيب من هنا كده واجيب من هنا. معرفش الحاجه دي بيعملوها ليه في البنطلونات، حتى البنطلونات الجنس برضو بيبقى فيها دي. ايه الفايده بتاعتها معرفش، ولا هي منظر ولا ايه. في برضو الكلمه دي كده، ده برضو تنفعه كده. مش هيخرج بيها يعني، لو مثلا رايح درس يروح بها عادي يعني، في الدروس كده. الخروج مش هيخرج بها يعني، يلبسها في البيت كده يعني. وجبت له كمان طقم الخروج ده. بقول لكم عندنا اكتر من مناسبه يعني، حبيت اجيب له حاجتين عشان يغير فيهم. فلو نشوف اللبس الاول ده نظام قميص كده مفتوح، تحتيه التيشيرت ده قط كده، نظام قط كده، وعليه القميص ده كده. هو برضو اللي اختاره وعجبه يعني. وانا برضو يعني متابعه معاه، بس هو بيختار يعني معايا.
طبعا التيشيرت ده لو انت حابه تغيريه ممكن تجيبي لون تاني او شكل تاني، انت لو عندك تيشيرتات بدليها عشان تشكلي يعني في اللبس اهو زي ما انتم شايفين. وعليه البنطلون ده، انا بحب احط الهدوم في الشماعه عشان اللبس ما يتبهدلش، بحب اسيبها كده في الشماعه. عليه البنطلون ده ولا شورت ولا بنطلون، زي نظام برمودا كده، في جيب من على الجنب كده وجيبين من هنا من الجناب، والحزام ده انا عادي يعني بنطلون كده في جيبين من ورا. قولوا لي رايكم كده في اللبس اللي بختاره. هوريكم بقى اللبس بتاع الخروج. انا جايبه دريس، انا اكتر لبس بحبه وارتاح فيه الدريسات يعني اهو، شايفين اهو هفرطه لكم كده وتشوفوه. انا حبيت افرطه لكم اكتر عشان يوضح معاكم. هو دريس عادي كده بس نظامه في زي مثلا وسع كده نازل بوسع من تحت، بس هو ما بين بقى وفيه الحزام ده جاي معايا، ما بيبانش اكتر الا في اللبس يعني اهو، شايفينه طبعا شايفين شكله اهو. وجبت معاه الطرحه دي. قولوا لي كده في الكومنتات الطرحه دي تمشي، اللون ده يمشي معاه، اللون ده كده ده، والشنطه دي والجزمه دي. جبت طقم كامل كده. قولوا لي كده عرفت اوفق كده في الالوان مع بعضها ولا ايه؟ يا ريت كده تكتبوا لي في الكومنتات عرفت اوفق الالوان مع بعضها، الشنطه والجزمه والطرحه. هو ده الدرس بتاعي حبيت اجيبه كده يعني. انا اكتر لبسي درسات يعني، بحب الدرسات اكتر برتاح فيها اهو. ده الطقم بتاعي ده. بنتي بقى جابت الدرس ده، هي حبت تجيب الدرس، انا ما كنتش مفضله يعني، دي لسه صغيره حسابها لسه صغيره على الدرسات، بس حبيته. هفرطه لكم كمان كده وتشوفوه. هي حبته ما رضيتش ازعلها وجبته لها، قلت لها انت لسه صغيره يعني على الحاجات دي، يعني مثلا البسي مثلا شميز ايوه اي حاجه غير كده. يا لا هي حبت الدرس جبته لها يعني. في حزام كده، نظام حزام ده بيتشال ويتركب، وفي برضو السلسله دي، في برضو سلسله جايه معاه كاكسسوار. وده نظام كم، وده كم نظام كده واسع كده نازل على واسع. تدخلي ايديكي من هنا كده، طلعيه من الحته الصغيره دي، طلع ايديكي من هنا وده يبقى تحت كده اهو. هو التفاصيل كلها في الكم يعني، الشكل كله في الكم اهو، انما هو نازل كده على واسع كده، وفي الحزام ده وكده التفاصيل كلها حلوه في الكم. اقول لكم تطلعي ايديكي من هنا كده والكم يبقى كل ده نازل تحت. وجابت عليه الطرحه دي، الطرحه دي ماشيه مع اللون ده مثلا، او انت حابه تبدلي الطرحه ممكن تجيبي اللون ده او اللون ده عادي يعني، ممكن تبدلي في الطرح ده او ده. هي بس حبت اللون ده طبعا يعني. برضو اقول لكم يعني بنختار الحاجات دي مع بعض. وبرضو لما تلبسي اللبس يعني، مثلا ممكن انت شايفاه على الشماعه حاجه عند في المحل يعني، هو معلق في المحل كده حاجه، اول ما تلبسيه تلاقي حاجه تاني يعني انا الدرس ده بتاعي هو معلق كده ما عجبنيش، بس لما لبسته لقيته حلو كده قوم جبته يعني. ما تحكميش على حاجه وهي معلقه في المحل، لا قيسيها الاول وشوفيها وهي هتعجبك كده. وجابت كمان السوت ده، انتوا عارفين طبعا السوت نازل السنه دي موضه. جبت السوت ده نظام البلوزه دي كده، في بنطلون من تحت برضو كده. البنطلون هو البنطلون عادي مفيش حاجه، بس في جيبين من الجيبين، عباره عن جيبين وجيبين. انما هي اهي اوريها لكم في قلب اوريها لكم اهي زي ما انتم شايفين شكلها حلو. انا بحب الالوان دي خالص يعني، بحب الالوان دي. اول ما شفتها معلقه كده في المحل خطفني اللون بتاعها يعني، ما خطفنيش الشكل قد اللون. نظامها كده فيها فتحه من هنا كده وفتحه من هنا. هي بقول لكم السوتات موضه السنه دي يعني، المحلات اغلبها سوتات بتبقى طويله من ورا وقصيره من قدام. وجابت عليه الطرحه دي برضو البيضه دي لونها ابيض دي، جابتها عليه. قولوا لي كده الطرحه ماشيه معاه ولا ايه؟ اهو برضو زي ما انتم شايفين اهو. اديكوا لسه في حاجات تاني يعني، ما تسرعوش مش واحده واحده. وجبنا برضو الشميز ده السود ده برضو اهو. حاسه بالسوتات كده حلوه للبنات يعني، حلوه خالص للبنات اهو. سود كده عباره عن بنطلون تحت كده، في نظام برضو الورده دي، وجيب من هنا كده وجيب من هنا. ده في البنطلون جيب من هنا
في وردة، وجيب تاني من الناحية التانية، بس الناحية التانية مفيهاش حاجة، وعليه الشميز ده الأبيض السادة خالص ده، شايفينه؟ هو أبيض سادة خالص يعني، وعليه دي القطعة اللي من فوق دي. القطعة اللي من فوق طبعا ايه فيها ورد كده وسوستة كده عادية، بس في اللبس خطير يعني. بقول لكم اللبس ما بيبانش الا لما يتلبس خالص، يعني يتلبس بيبقى يبان اكتر في اللبس، يعني تشوفيه كده عادي في الشماعة، بس لما بيتلبس بيبان اكتر، بيظهر اكتر. وجبنا عليه الطرحة دي اللون ده برضو، حبينا نكسر اللون البني يعني، فتحنا شوية اهو. طبعا ايه قولوا لي ذوقي كده عجبكم في اللبس ولا ايه. وجبنا كمان البنطلون ده، هو عادي كده مفيهوش اي حاجه للبلوزات يعني لاي لبس. وجبنا البلوزتين دول، انا ما كنتش هجيبهم يعني، بس ايه لقيت عاملين تخفيض عليهم الاتنين بسعر واحده، جبتهم. انا كنت خلاص هكتفي باللبس ده، بس انا لما لقيتهم الاتنين بسعر واحده جبتهم يعني. طبعا هينفعوا في الدروس والخروج العادي يعني، كده مش هيخسر. انتوا عارفين طبعا اخر الصيف اللبس بيبقى عليه تخفيض، وما قلت خلاص مش هيخسر يعني. انتوا عارفين الصيف بيبقى فيه دروس وهلك لللبس وقلع ودخل وكده، قلت مش هيخسر يعني. انا ما كنتش هجيبهم، بس انا لما لقيت عليهم عرض كده الاتنين بسعر واحده قلت اجيبهم يعني. هي دي بلوزه عاديه كده، ممكن تفتحيها كده وتلبسي تحتها حاجه كده كمفتوحه، وفيها برضو نظام استك من الكم، برضو طويله من ورا وقصيره من قدام، زي السود، بس نظام بلوزه لوحدها يعني، ما بهاش بنطلون. انت هتلبسيها بنطلون جينز. ودي برضو يعني انا محسبها زي السود بالظبط، بس ما فيهاش بنطلون يعني. السود بيبقى بنطلون معاها اهو. الاتنين دول بسعر واحده. وجبنا ايه كمان، ده اللبس. هوريكم بقى ايه الحاجات دي، شويه حاجات كده صغيره هوريها لكم. جبت الشراب ده كمان، الشراب ده بحب البس الانواع دي من الشرابات، حتى الشراب ماشي برضو مع الجزمه والشنطه واللبس. مش عارفه ليه انا احب اكتر اللبس البنيات اكتر، ودايما لما اجيب لبس يعني اللبس اللي اختاره يبقى لون بني بيج الحاجات دي، معرفش ليه بيجي معايا صدفه كده. وجبت كمان للدرس الحزام ده كتغيير يعني، مع اللي معاه هو جاي معاه الحزام وكل حاجه، بس انا ايه حبيت مثلا اغير الحزام احط شكل تاني. هو عباره عن ورق شجر كده، عباره عن ورق شجر كده زي ما انتم شايفين اهو. قلت ايه اغير في الحزام يعني عشان تدي شكل تاني. وجبت كمان الاكسسوار ده، اكيد واضح يعني شايفينه، عباره عن كده فراشات نازله كده، فراشات شكله حلو يعني، عجبني كده وشكله يعني ما فيش تفاصيل كتيره بس عجبني. نظام كده 3 ادوار كده في بعض، وفراشه في النص هنا، اكسسوار كده عجبني. قلت ايه البسه على الدرس من فوق عشان هو ما فيش اي اكسسوار كده البسه عليه من فوق يعني زي ما انتم شايفينه. انا ما كنتش هجيبه، بس اول ما شفته حسيت بان هو ماشي مع الدرس خالص، قلت لا هو ده هجيبه. وجبت كمان، انا ما بحبش الاكسسوارات الكتيره بس هو ده عجبني يعني. وجبت البادي بلاش ده، الريحه دي زي ما انتم شايفين اللون ده الشكل ده. بحب الريحه الخفيفه دي، ريحه الورد الخفيفه تبقى حلوه يعني. عارفين الصيف بيحب الحاجات دي عشان ايه. وجبت كمان المسكره دي، جبناها برضو، ما بنجيبش مكياجات كتيره بس ايه حاجات خفيفه كده جبناها يعني. المسكره دي اهو لسه حتى جديده اهو، فيلها كويس عشان ما يدخلهاش هوا وتنشف اهو. طبعا ايه بقول لكم انا ما بكترش في المكياجات عشان انا اصلا ما بطلعش بمكياجي في بره البيت يعني. وجبنا المرطب ده مرطب للشفايف، تحطيه يعني في البيت كده يرطب الشفايف ويديكي لون كده، اللون الاحمر ده الخفيف يعني. وجبنا الليب جلاس ده، اللون ده اهو، اللون البني ده، هم حبوا اللون ده جابوه. طبعا الحاجات دي ما بنحطهاش الا في المناسبات القريبه خالص خالص يعني، يكون حد قريب مننا هو اللي بنحط فيه الحاجات دي، غير كده ما بنحطش يعني. وجبنا دبابيس طرح وخلاص على كده. هو الحاجات دي اللي جبناها. ويا ريت كده لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في كومنت حلو كده، واللايك لو لسه ما عملتيش اللايك يا ريت فضلا وليس امر تعملي لنا اللايك. واشوفكم على خير ومع السلامه.